واش اللاعب موسى التعماري هو السبب الحقيقي في خسارة منتخب الأردني أمام السويسري برباعية؟ وعلاش عدد كبير من الجماهير الأردنية حملوه المسؤولية الهدف الثاني؟ والأهم، واش فعلا تجاوز تعليمات المدرب جمال السلامي؟ فخليكم معنا نشوف واش وقع بالضبط قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم. 30 هدفا واستقبل 53 هدفا. اكثر اللاعبين اللي سجلوا ضد المنتخبات الاوروبيه: حمزه الدردور 4 اهداف، ومن ثم ياتي مؤيد سليم ومحمود مرضي 3-3. موسى التعمري يطالب من لاعبي فريق من زملاء في الفريق نحو التقدم نحو المناطق الاماميه. الامر ما زال يدار باذهان اللاعبين. مانويل كان بالسوق القصير مع ايفون، نقلت الكره الاماميه. الضغط العالي على لاعبين منتخب سويسرا يؤدي الى ارتباك الكره الان اماميه في ظهر الدفاع. الكره موجوده حاضره، وياتي ثاني الاهداف. موسى التعماري ولا في وسط عاصفة من الانتقادات بعد خسارة منتخب الأردني أمام السويسري. واش فعلا التعماري هو السبب الرئيسي في خسارة منتخب الأردن اللي تلقى هزيمة قاسية، خصوصا مع اقتراب بداية منافسات كأس العالم؟ الهزيمة خلت بزاف ديال الجماهير الأردنية تدخل في واحد الحالة من القلق، لكن أكثر حاجة خلقت جدل كبير ماشي هي النتيجة، بل لقطة موسى التعماري خلال المباراة. واحد لقطة منتخب الأردني كان متأخر بهدف واحد، لاعب التعماري فهو بدا كيشير للزملاء ديالو باش يطلعوا للامام ويمارسوا الضغط على المنتخب السويسري. ففي بعد ثواني قليله المنتخب السويسري فهو استغل المساحات اللي خلاها المنتخب الاردني بعد التقدم ديالو، وفقط من 3 تمريرات فهو قدر يضيف الهدف الثاني. وهنا بدات الانتقادات، فعدد كبير من الجماهير الأردنية حملت مباشرة اللاعب التعماري هو المسؤول عن هذا الهدف، واعتبرت أن اللاعب تجاوز الدور ديالو داخل الملعب من اللي عطى التعليمات ماشي من الاختصاص ديالو. وزاد هذا الجدل من اللي خرج المدرب جمال السلامي بتصريحات قال فيها أي لاعب ما كيطبقش تعليمات المدرب فالمنافس مباشرة كيعاقبه. أهم شيء في مباراة كرة القدم هو أن اللاعبين يتبعوا المطلوب منهم واللي يطلب منهم المدرب، هذا هو أهم شيء. يعني لما تطبق طريقة لعب وما تحترمش ممكن تعاقب، ولكن هذا مسألة عندنا الوقت أننا نعالجوها. ورغم أن السلامي ما ذكرش اسم اللاعب بشكل مباشر، إلا أن بزاف ديال المتابعين ربطوا هاد التصريحات بالتصرف اللي قام به اللاعب التعماري. والسؤال اللي مطروح دابا، واش فعلا اللاعب هو المسؤول على خسارة منتخب الأردن؟ فإذا رجعنا للمباراة غادي نلقاو أن منتخب الأردني عنده مشاكل كبيرة في الدفاع، ارتكاب مجموعة من الأخطاء، وسط الميدان ما قدرش يفرض السيطرة ديالو، والتحولات الدفاعية فكانت بطيئة بزاف، بل حتى من الناحية البدنية فمجموعة من اللاعبين بان عليهم التعب بشكل واضح. يعني تحميل لاعب وحيد مسؤولية الرباعية كنعتقد أنه حكم قاسي. وزيد على هذا الشيء فاللاعب التعماري فهو كان من أفضل اللاعبين داخل المباراة، وحصل على ثاني أعلى تنقيط في منتخب الأردن، وما نساوش فهو اللي صنع الهدف الوحيد اللي تم التسجيل ديالو. فهذا الشيء كيأكد أن التعماري فهو حاول يقدم الإضافة حتى لو كانت بعض القرارات داخل الملعب قابلة للنقاش. ومن جهة أخرى ممكن هذه الخسارة تكون مفيدة بزاف لمنتخب الأردن، خصوصا كتبقى مباراة ودية، حيث كشفات مجموعة من النقاط اللي خاص جمال السلامي يخدم عليها في أقرب وقت ممكن قبل بداية منافسات كأس العالم، خصوصا أن المنتخب الأردني فهو مقبل على مباراة ودية أخيرة أمام المنتخب الكولومبي قبل دخول رسميا منافسات المونديال. ومازال الطاقم التقني عنده الوقت باش يصحح الأخطاء اللي بانت في مباراة سويسرا. وفي النهاية كيبقى منتخب الأردن أول مرة كيوصل لكأس العالم، وهذا إنجاز بوحدو كيبقى تاريخي، لكن باش يحقق مشاركة مشرفة خاص جميع اللاعبين يكونوا مركزين ويخدموا كمجموعة وحدة. ودابا سؤال لكم، واش موسى التعماري فعلا كيتحمل مسؤولية الهدف الثاني وكذلك سبب في خسارة منتخب الأردن، ولا كتشوفوا أن المسؤولية جماعية وما خاصناش فقط نحكموا على لاعب واحد؟ فخليوا لي الرأي ديالكم في التعاليق، وما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلك كل جديد.